يوم اقتحم الذاكرة المصرية ليبقى. تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. أطلقت الحرية حناجر طالما اختنقت تحت وطأة الرقيب الأمني. وفي غمرة النشوة نسي كثيرون أن الفريق المنهزم لن يستقيل من الحياة، وأن المعركة قد تهاجر إلى فضاءات أخرى وإن بأسلحة جديدة. طار الفريق المنهزم إلى الفضاء الإعلامي ابتعادا عن حقائق الأرض ولعبا في حلبة يتقنها أكثر من منافسيه. كلام كتير قوي بيتقال. فقدت اللغة حرمتها وأصبح كل شيء جائز. صار أي مقدم برنامج إذا تلفظ بأي كلمة تتحول بسلطة التكرار إلى حقيقة. جهاد النكاح مصطلح ابتدعه التلفزيون السوري متهما به معارض النظام الذي سماه زواج المناكحة مدة ساعات معدودة. هاجر المصطلح فورا إلى تونس بغاية جهاد النكاح. في حاجة اسمها بل إلى مصر زواج النكاح، جهاد النكاح. ثم انتقل الأمر بقدرة ربك إلى رابعة العدوية. تايمز منزلة جهاد النكاح لتحفيز الرجال المعتصمين على مواصلة التأييد للرئيس المعزول محمد مرسي. بل تشرف عليه حماس. هو السيناريو كتالوج بيطبق في كل حتة، في حماس، في الجيش الحر، ودلوقتي في رابعة العدوية. لقد أصبح جهاد النكاح حقيقة في أيام. حركة إخوان بلا عنف رصدت 76 حالة نكاح جهاد في اعتصام رابعة واعتصام النهضة. ذابت الحدود بين الحقائق والأساطير في بلد للتلفزيون فيه سطوة بسبب الأمية. ولإحكام الصورة واللعب بالخيال غصت الشاشات بالشهود. صورة النكاح، نكاح الجهاد في معتصم رابعة بيبقى صورته يعني جواز بس غير مكتمل الأركان. المهم أن يشيطن الطرف الآخر ولا أحد يسأل أو يتثبت. قديما كان محترف الدعاية يقولون إن تكرار الأسطورة أفضل وسيلة لتزييف الوعي. أتذكرون أسلحة العراق؟ في عملي أراهن على تكرار المعلومة مرة تلو المرة حتى ترسخ الحقيقة في الذهن. كرر أن هناك أخونة للدولة، يعني موضوع خاص بأخوانة الوزارات والهيئات في مصر، بكشف تفاصيل ملف أخوانة الدولة. كرر أن الإخوان أقزام. هؤلاء الأقزام لا يحكمون مصر. يقول دارس الخطاب الإعلامي أن أفضل وسيلة لتسويغ أي تصرف غير عادي ضد أي إنسان هي نزع الصفة الإنسانية عنه. وقد كان. خرفان ولا إيه إحنا مثلا يعني، ولا فكرنا خرفان مثلا. وما دام المنافس قد أصبح في ذهن المتلقي غير إنسان، سيصبح المسرح ممهدا لأي خطوة مهما كانت، ولن يبكي عليه أحد لإزاحته سابقا من الدائرة الأخلاقية داخل ذهن المتلقي. فمع أن مرسي كان أول رئيس منتخب في تاريخ مصر وأول رئيس يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة من جامعة عريقة، سخرت برامج كاملة لتصويره كشيء ما من عالم آخر. في المجتمعات المعافاة في وعيها تتحول قصص الصاعدين إلى سدة السلطة من خارج دوائرها الضيقة إلى مجال إلهام وفخر للأمة. أما في هذا الفضاء فيتحول الوجود خارج دوائر التحكم المثار عليها إلى رذيلة. أنت تفهم إيه أكتر من 4 في 4 حجم الأوضة اللي أنت كنت فيها؟ تفهم إيه أكتر من كده؟ خطر الإعلام واللغة أنهما يستطيعان جمع الناس على القيم كما يستطيعان احتقار المثل المؤدي لميوعة المعاني والقيم. يستطيع أيضا تحويل أعظم القيم إلى أضحوكة وتهمة. الحرية مسؤولية. الحرية مسؤولية فعلا، هو قال الحرية مسؤولية. صدق من قال إن اللغة أخطر من أن تترك ألعوبة في أيدي السياسيين.